اخوان اليوم خليت تانك ابو ال 200 لتر مال ماء يم قبر والدي، واسسنا له نظام التقطير مال الماي مثل ما جاي تشوفون، لين زرعنا ثيل ونبقايه ويا سم القبر مال والدي. فاكثر من واحد جانا قال يابا انتم جلسون شلون تخلون هذا التانك ترى ينباق؟ يابا ينباق شنو قيمته؟ قالوا ينباق اذا تخلي له قبق هنا، مو تانكي، قبق مال تانكي ينباق، جليكان من هذا ابو ال5 لتر ينباق. فراح ندخل بتحدي مع حراميه المقابر، وخلينا هذا التانكي ولحمناه مثل ما جاي تشوفون، لان شنو الاصرار والعزيمه اللي عند الحرام اللي يفك اللحيم وياخذ تانكي قيمته 35,000، شنو هالنفسيه القذره هاي اللي عندك؟ فاحنا دخلنا بهذا التحدي، خلينا نشوفه ينباق فعلا لو لا، لان هذا التانكي ما له قيمه 35,000 دينار. يعني هل يعقل انه انت تجي تبوق تانكي من مقبره قيمته 35,000 دينار وما راح تستفاد من عنده؟ فخلينا ندخل بهذا التحدي مع حراميه المقبره، وخلينا نشوف بالفعل راح ينباق هذا التانكي لو لا. حياكم الله. بعد 5 اشهر من وضع التانكي ما قصروا الحراميه الشرفاء، انطونا مجال 5 اشهر وشالوه. ننهيهم من فوق المرمر مال القبور ونقول لهم يابا انتم شلون تحطون نفسيتكم القذره وتبوقون المرمر، يروحون يبوقون النوب التانكي مال الماي اللي خليناه لوالدي. يعني انتم شرف ما عندكم، اخلاق ما عندكم، ضمير ما عندكم، قلوبكم شنو بيها هاي؟ بس فهمون قلوبكم هاي شايلينها مخلين هنا. هسه المشكله حتى الحيوان اشرف من عندكم واطهر من عندكم، لان ماكو ما اعرف فكركم عقلكم شنو هذا، ما جاي افهم. يعني هذا اللحيم كله اللي لحمناه وبكل سهوله جيتوا فكيتوه، شنو هالخلق اللي عندكم؟ بوقتوا لكم تانكي قيمته 35,000 دينار عراقي. يعني هذا وين راح توديه؟ الموتاك توديه؟ بس فهموني مع احتراماتي للزين اللي بيكم، شنو هالحاله هاي؟ شنو هالحاله هاي اللي عندكم؟ معقوله؟ يعني هاي مو مقبره، هاي هنا هاي عباره عن مجمع مال حراميه، مجمع مال حراميه. يعني ناشد عم زين ما ينبشون القبور ويطلعون الموتى، يشهد الله على اي لحظه نجي نلقى موتانا مطلعينهم. يجوز هم حطوا عينهم على التراب، لو شوف حاطين عينهم على الشفن، ما تعرف شنو قضيتكم. ما اعرف، من الله لا يوفقكم، يا والله الله لا يوفقكم لا دنيا ولا اخره. بس انت تشوف كل نفس ذائقه الموت وان وعد الله حق وتبوق، شو ترجى من عندك؟ بس شرف ما عندكم. لو عندكم شرف ما تدني نفسكم على تانكي قيمته 35,000 دينار.